بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ الحلقة خلينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بتبدأ الحلقة النهاردة بولت وبنكمان وهما بينضفوا الأرض من بقايا إيميليو، ونروح لماريا وهي بتتكلم مع سكيلر وابنها، وبيجي تليفون لابنها وبيكون لويس، بعدين بيستأذن ويمشي. بعدها سكيلر بتسأل ماريا انت جربتي الحشيش قبل كده صح؟ بتبص لها قالت لها أكيد جربتيه لما كنت في الجامعة. قالت لها تسألها طيب وإيه كان إحساسك وقتها؟ قالت لها كنت حاسة إني كويسة ومبسوطة. بس انت بتسألي ليه؟ قالت لها مفيش، بسأل بس عشان القصة اللي أنا بكتبها. بتسألها ابنك بيشرب حشيش؟ قالت لها لا طبعا، قلت لك عشان القصة اللي أنا بكتبها. قالت لها لا بيشرب، وأكيد لويس ده اللي بيبيع له. قالت لها اقسم لك انه مش بيشرب، او على حد علمي يعني اعرف انه مش بيشرب. قالت لها على حد علمك ماشي. بعدها بنروح لولت وبنكمان وهما بينضفوا الدم اللي عليهم. بيدخل بنكمان يشرب حشيش في الحمام، وولت بيكون عند كريزي تحت، وهو طالع وماشي بيناديه كريزي باسمه. قال له انت عرفتي اسمي منين؟ قال له بنكمان قال لي انا وايميليو كل حاجه لما كان بيبيع لنا الحشيش اول مره. ساله وولت وتعرف ايه عني كمان؟ قال له اعرف انك مدرس كيمياء وعندك ابن معاق ذهنيا او متقاعد حاجه زي كده يعني. وطلب كريزي من وولت انه يفكه ويسيبه ويمشي، لا اما يقتله عشان ما عندوش اختيار تاني. وولت ما ردش عليه وطلع يخبط على بنكمان. قال له بدخن حشيش وعايز خصوصيتي. كسر عليه الباب ودخل زعق له علشان قال لهم كل حاجه عنه، وخد منه الحشيش وحطه في التويليت، لكن بنكمان لحقها وراح رماها من الشباك. بعدين نزل جري عشان ياخدها. بيجري وراه وولت، وهم نازلين بيقع وولت بسبب مرضه. بعدين طلع يجري تاني وراه، قبل ما يمشي شده وطلعه من العربيه. بنكمان قال له انا خلصت مهمتي، لسه مهمتك انت وانك تتخلص من كريزي. وبنعرف ان حركه العمله دي مقدسه عنده، وان وولت بقى مسؤول عن قتل كريزي دلوقتي. وركب العربيه وساب وولت يمشي. بنروح لماريا وهي في محل احذيه، وبتتصل بهانك وبتقول له ان والتر الصغير بيشرب حشيش، وان سكيلر لما هتلاعب حاجه زي كده، وبتطلب منه انه يكلمه ويخوفه. فوعدها انه هيعمل كده بعد ما يخلص شغل. بعد ما يخلص هانك شغله بياخد والتر الصغير وبيروح عشان يوريه المكان اللي بيعيش فيه تجار المخدرات، وبيساله انت عاوز تعيش هنا؟ قال له لا. قال له ده مكان تجار المس في المدينه، وكل اللي هنا دول حياتهم كانت احسن، بس بدات بسجاره واحده وهثبت لك ده دلوقتي. بينادى على بنته واقفه وسالها عن اسمها. قالت له ويندي. قال لها لف الناحيه التانيه اكلمه صديقي. وسالها انت بتستخدمي انبوب ولا ابر؟ قالت له مش فاهمه. قال لها طيب وريني اسنانك، بنشوف ان اسنانها وحشه جدا بسبب المخدرات اللي بتشربها. فبيقول لها اكيد انبوب. سالها تاني لو كانت بتشرب حشيش. قالت له ليه انت معاك حشيش؟ قال لها امشي من هنا ولو شفتك مره تانيه هحبسك. وهي داخله غرفتها بيكون بنكمان جوه، وبيسالها مين دول؟ قالت له ظابط ولاعب كوره عاوزين حشيش. بيسالها سالوك عني؟ قالت له لا. وبعدين بيعملوا علاقه مع بعض. بعدها بنرجع لولت وهو بيكلم مراته، وبيقول لها انه هيتاخر عشان محتاجينه في الشغل. قالت له اي شغل؟ المغسله تقصد؟ قال لها قالت له المغسله اللي انت استقلت منها من اسبوعين، انا كلمت صاحب المغسله وعرفت كل حاجه، واتصدمت بجد لما قال لي كده. قال لها لما اجي نتكلم في الموضوع ده. قالت له ايا كان المكان اللي انت فيه خليك بايت عندك النهارده. بعدها بتقفل. بيسمع صوت كريزي بيقول له كريزي انه جعان، فبيطلع يجهز له ساندوتش وبينزل يديهوله. بس هو نازل على السلم بيتعب وبيقعد يكح لحد ما يقع ويغمى عليه قدام كريزي. بعدها بشويه بيستعيد وعيه، فكريزي بيقول له انا افتكرتك مش هتقوم تاني، في حد بيغمى عليه من الكحه يا راجل. رد عليه قال له انا عندي سرطان في الرئه. بعدين نزل يلم الطبق اللي انكسر، وبعد ما خلص قال له هعمل لك ساندوتش تاني، ونزل يديله ساندوتش. لكن كريزي كان شاكك فيه وخايف انه يكون حاطط له سم. قال له ما تخافش ما فيهوش حاجه، واداله بيره وقعد يشرب معاه. ساله عن اسمه الحقيقي، قال له دومينيجو. ساله لو كان من نفس المنطقه او من مكان تاني، بس ما رضاش يرد عليه. فقام ولت عشان يسيبه ويمشي. قال له ايوه انا من نفس المنطقه وما خرجتش بره المنطقه دي، درست اداره اعمال في جامعه نيو مكسيكو، واشتغلت مع والدي في محل اساس تنبيكو في ميناوي. بعدها كريزي سال وولت هو بنكمان يعرف انك مريض سرطان؟ قال له لا ما حدش يعرف غيرك، حتى عيلتي ما تعرفش. قال له ليه؟ قال له مش مستعد اتكلم مع حد في الموضوع ده. قال له علشان كده بتعمل مخدرات، عاوز تسيب فلوس لعيلتك، لكن زي ما قلت لك المهنه دي ما تنفعكش، اطلع منها قبل فوات الاوان. بيعيط ولت وقال له ما اعرفش اعمل ايه. رد عليه قال له لا عملتها. بعدها ولت بص لكريزي وقال له انا هجيب المفتاح، وراح جاب المفتاح عشان يفك. وبعدين رجع تاني طلع الطبق المكسور واكتشف ان في حته ناقصه. بعدين نزل لكريزي طلب منه انه يلف عشان يفك، وهو بيفكه قال له طبعا لو فكيتك هتضربني بقطعه الطبق اللي مخبيها في جيبه. وكريزي بيحاول يضرب ولت، ضربه في رجله، لكن ولت خنقه لحد ما مات. وتاني يوم الصبح بيرجع بنكمان البيت، بيدور على ولت لكن ما بيلاقوهوش، فبينزل تحت عشان يشوف، ما بيلقاش لا ولت ولا كريزي. وبنرجع لهانك وهو بيدور في المكان اللي كان فيه ولت وبنكمان بيجهزوا الميس فيه في الصحراء، وبيفتش عربيه ايميليو وكريزي، بيلاقي الميس اللي ولت كان عامله. بعدها بينادي عليه صاحبه بيقول له انه لقى حاجه، وبيطلع القناع اللي كانوا لابسينه وهما بيجهزوا الميس. وبنرجع لولت وهو راجع بيته، بيدخل على سكيلر بيلاقيها قاعده تعيط، بينادي عليها. لما بتبص له بيقول لها في حاجه لازم تعرفيها. وهنا بتنتهي الحلقه. في الختام سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سلام.